البورصة المصرية اليوم في حالة فصام. المؤشر الرئيسي EGX 30 بينزف ويخسر أكثر من 2%، والأجانب بيهربون بمليار جنيه صافي. ولكن في نفس الوقت أسهم الأسمدة والطاقة بتطير. ايه اللي بيحصل؟ هل احنا قدام فخ مضاربي علشان يلبسوا الناس الأسهم في العالي، ولا في إعادة تسعير تاريخية بتحصل قدام عينينا بسبب اللي بيحصل في قطر؟ النهاردة هنفك الشفرة بالورقة والقلم. أولا، تشريح الانهيار. ليه السوق أحمر؟ خلونا نكون صراحة، السوق النهاردة كان تحت ضغط بيعي رهيب. رأس المال السوقي فقدنا حوالي 10 مليار جنيه في جلسة واحدة. المؤشر الرئيسي أغلق عند مستوى 46,700 نقطة، وده معناه إننا بنقرب من نقطة اختبار حاسمة. السبب: الأجانب بيخرجوا بيعة واحدة بسبب التوترات الجيوسياسية. هم مش بيبيعوا شركات بعينها، هم بيخرجوا من المنطقة ككل. وأول ضحية دايما هي الأسهم القيادية زي البنك التجاري الدولي. ثانيا، الأحداث الجيوسياسي. كلمة السر قطر. بينما الكل عينه على الشاشة، في خبر زلزل أسواق الطاقة. قطر للطاقة أعلنت وقف إنتاج اليوريا والبوليميرات والميثانول في منشآت رأس ليفان وميساعيد بسبب توترات عسكرية. طيب ليه ده يخصك كمستثمر في مصر؟ قطر لاعب عالمي ضخم في اليوريا والغاز المسال. توقفها يعني نقص فوري في المعروض العالمي، والنقص الفوري ده بيسبب انفجار في الأسعار. الشركات اللي لسه مصانعها شغالة زي شركات مصر هتقدر تبيع إنتاجها بأسعار السوق السوداء العالمية إنجاز التعبير. ثالثا، لماذا مصر هي المستفيد الأكبر؟ أنا بقى الذكاء في الربط. رئيس الوزراء المصري أكد إن عقود الغاز مؤمنة، مفيش قطع كهرباء أو غاز عن الصناعة. المعادلة بقت كده: نقص عالمي زائد ارتفاع أسعار دولارية في استقرار إنتاج محلي بتكلفة غاز ثابتة بتساوي أرباح تاريخية. علشان كده شفنا أبو قير وموبكو وكيما وسيدي كرير شغالين في بورصة تانية لوحدهم تماما. رابعا، المعركة الجبارة أبو قير وموبكو. لو محتار تدخل في مين، فركز في دي. موبكو دي فارس الرهان، شركة تصديرية بنسبة تقترب من 100%. أي زيادة في سعر طن اليوريا عالميا بتدخل فورا في ميزانيتها بالدولار. أبو قير دي الحصن الحصين، شركة قوية ماليا. كاش ريتش عندها سيولة ضخمة في البنوك، ويستهدف أرباح ضخمة في 2026. سيدي كرير دي المستفيد من نقص البوليميرات والميثانول، وسهمها بيتحرك كملاذ ذكي لقطاع البتروكيماويات. خامسا، اتجاهات السيولة أو المال الذكي سمارت ماني. النهاردة المؤشر السبعيني EGX 70 كان صامد أكتر من 30. طيب ليه؟ لأن المستثمر المصري والعربي هو اللي بيشتري دلوقتي. الأجنبي بيخرج بمليار جنيه، والمصري بيمتص السيولة دي في أسهم القطاع الصناعي والأسمدة. ده بيسموه في البورصة سكوتر روتيشن، أو تدوير للسيولة من البنوك المتعثرة لأصول التشغيلية اللي بتجيب دولار. سادسا، التحذير الفني. قبل ما تجري تشتري خد لبالك منطقة الدعم. المؤشر الرئيسي لو كسر 45,500 نقطة، الهبوط هيكمل. لو ارتد منها هتبقى دي فرصة لتخفيف الكميات من بعض الأسهم. فخ المضاربة. أسهم الأسمدة صعدت بقوة، فممكن يحصل جني أرباح لحظي. متدخلش بكل سهولتك في قمة، استنى تريحة السهم وادخل مع الارتداد. الخلاصة: احنا مش قدام فخ، احنا قدام إعادة رسم خريطة القوة. القطاع الأسمدة النهاردة هو قائد السوق الحقيقي. خلاصة:
لو الأزمة في الخليج طولت، الأسمدة المصرية رايحة لمستويات سعرية مشافتهاش قبل كده. لو الأزمة اتحلت سريعا، الأسهم هتبدأ تتراجع لتسعيرها الطبيعي. لو حابين إن نعمل الحلقة الجاية تكون تحليل فني برسومات البيانية الشورت لأبو قير وموبكو وهكذا، ونحدد بدقة سعر الدخول المناسب وسعر البيع، اكتب في التعليقات. حدد الأهداف الرقمية، وما تنساش تتابعونا، لأن في الأوقات دي المعلومة بتساوي فلوس.